نهاية الأسطورة. ليفربول يغدر بمحمد صلاح والبديل إيفواري ب87 مليون استرليني. هل انتهى سحر الفرعون؟ يبدو أن رحلة الملك المصري في قلعة الأنفيلد وصلت إلى فصلها الأخير، ولكن بطريقة لا تليق بما قدمه. ليفربول لم يعد يرى في صلاح البطل المنقذ، بل أصبح يراه صفقة مالية يجب تصريفها قبل فوات الأوان. فهل يبيع الريدز تاريخهم من أجل حفنة ملايين، أم أن صلاح نفسه هو من أجبرهم على ذلك؟ قصة طريفة، الدكة التي لا ترحم. يحكى أن أحد المشجعين المتعصبين لليفربول استيقظ من النوم ليجد صلاح على دكة البدلاء للمباراة الثالثة على التوالي، فظن أن هناك خطأ في شاشة التلفاز، لكن الحقيقة كانت أمر. فالخلافات المكتومة مع أرني سلوت وتراجع الأداء جعلت فخر العرب ضيفا دائما على المقاعد الخشبية. المشجعون الآن يتساءلون بسخرية: هل سيتعلم صلاح فن الجلوس بجوار البدلاء، أم سينتقل لكرسي العرش في الدوري السعودي؟ الغدر الإنجليزي، الصيف الأخير للاستفادة. تقارير الديلي إكسبريس وأفريكا سوكر تفجرها مدوية. إدارة ليفربول استقرت رسميا ببيع صلاح الصيف المقبل. السبب هو العام الأخير في عقده، والإدارة تخشى رحيله مجانا. ليفربول يرى أن الفرصة الأخيرة لجني الأرباح من خلف صلاح قد حانت، خاصة مع العروض السعودية الضخمة التي تنتظر إشارة البدء. البديل المرعب ديوماندي، الحلم الذي يهدد عرش مو. بينما يتجهز صلاح للرحيل، يجهز ليفربول 87 مليون جنيه استرليني لخطف الجوهرة الإيفوارية يان ديوماندي نجم لايبزيغ الألماني. لماذا ديوماندي؟ سرعة خارقة، مهارات لا تصدق، وشباب متفجر جعل أرسنال ومانشستر يونايتد يلهثون وراءه. المفاجأة: اللاعب صرح علنا أن اللعب لليفربول هو حلمه الأكبر، ويبدو أن حلمه سيبنى على أنقاض أسطورة محمد صلاح. صراع سلوت وصلاح، الجمر تحت الرماد. رغم محاولات تجميل الصورة، إلا أن الخلاف الذي نشب بين صلاح ومدربه آرني سلوت ترك جروحا لم تلتئم. تراجع المستوى والجلوس على الدكة كان بمثابة رسالة مشفرة من المدرب الهولندي للإدارة: أنا مستعد لليفربول بدون صلاح. سؤال: لو كنت مكان يورجن كلوب أو آرني سلوت حالياً، هل تضحي بمحمد صلاح من أجل موهبة شابة مثل ديوماندي، أم أن القديم دائماً ما يكون أصلياً ولا يمكن تعويضه؟ بانتظار آرائكم المشتعلة في التعليقات.